أجل، نشهد الدنيا أن هنا نحيا بشعار الله، الوطن، الملك. نعم، هنا بقطر باستاد الثمامة. كنا اليوم على موعد مع التاريخ، مع التألق، مع الفرجة، مع الفرحة الغامرة، مع إثبات الذات. اليوم كشرت الأسود عن أنيابها وخسفت بالشياطين الحمر إلى دار البوار. هي مباراة رد الاعتبار لخسارة المغرب في نهائيات 94 بهدف نظيف. مباراة المغرب وبلجيكا عن المجموعة السادسة تحت قيادة الحكم المكسيكي سيزار راموس ستبقى محفورة في أذهان كل المغاربة، وسيتذكرها كل من استهان بقدرات العناصر الوطنية وأطرها الفنية، وعلى رأسها وليد الركراكي الذي عرف كيف يشل وسط ميدان الكروات ويجاري البلجيكيين ليخطف منهم فوزا غاليا يساوي 3 نقاط بأقدام الصابر في الدقيقة 73 والبديل أبو خلال عند الدقيقة 2 بعد 100. وبهذا الانتصار الهام بات المغاربة في الرتبة الثانية برصيد 4 نقاط من تعادل وانتصار بفارق الأهداف عن المنتخب الكرواتي الفائز اليوم على نظيره الكندي بحصة 4 إصابات ل1. وبلجيكا في الرتبة الثالثة ب3 نقاط، فيما تتذيل كندا الترتيب ب0 نقطة، ليكون الخميس القادم ناريا لحسم التأهل لبلجيكا عندما تقابل كرواتيا، وللمغرب عندما ينازل كندا التي ودعت البطولة. فكل التوفيق لمنتخبنا الوطني. وعلى ملعب أحمد بن علي قاد الحكم مايكل أوليفر لقاء اليابان وكوستاريكا عن المجموعة الخامسة في إطار جولتها الثانية، حيث آلت نقاط المباراة لصالح الكوستاريكيين بهدف اللاعب فولر عند الدقيقة 81 رغم سيطرة يابانية لم تترجم إلى أهداف على خلاف لقائهم الأول ضد المانشافت. لتتعقد مهمة الساموراي عندما يلاقون لاروخ الخميس المقبل في آخر مباريات المجموعة الخامسة. الإسبان اليوم تحصلوا على نقطة بتعادل 1-1 عندما نزلوا بملعب البيت في لقاء قوي الألمان المنهزمين أمام اليابان في الجولة الأولى ب2-1. نتيجة المقابلة عمقت من الشكوك حول قدرة المانشافت من التأهل عندما تصطدم في الجولة الأخيرة مع كوستاريكا. ليصير ترتيب المجموعة الخامسة كالتالي: إسبانيا في المركز الأول برصيد 4 نقاط، في الرتبة الثانية كوستاريكا واليابان برصيد 3 نقاط، وفي الرتبة الأخيرة ألمانيا بنقطة يتيمة. إليكم برنامج الاثنين 11 صباحا الكاميرون تواجه صربيا، 2 ظهرا كوريا الجنوبية تقابل غانا، 5 عصرا البرازيل تنازل سويسرا، وفي 8 ليلا البرتغال تصطدم مع الأوروغواي. ديما مغرب، دمتم في رعاية الله، وإلى اللقاء.